ده بقى سر شغلتنا بقى احنا. حديد يزيد والخشب يقل. حديد يزيد والخشب يقل. ما كنتش انت بقى منشف الخشب ومخليه ما فيهوش نسبه ميه وتبخره كمان طول ما انت شغال، برميل يتفك. هنا ما شاء الله تحف وانتيكات كمان. انت الموضوع ما توقفش معاك على حاجات العطاره والبراميل. لازم يعني اساعد نفسي واساعد الناس اللي معايا اللي انا نجيب لقمه عيش غير البراميل. هي البراميل ما بتجيبش ثمنها. تمام. همها ما بتجيبوش يعني. فعشان كده عملت ايه بقى؟ طبعا اعمل بس حاجات جديده. حاجه دي كتله خشب، الزحلفه دي كتله خشب. فيها ناس مختصه معايا بيشتغلوا في الحاجات دي. في الورده دي معموله بعطاره طبيعيه. كل حاجات الالوان دي طبيعيه. ما شاء الله. مش الوان. كل دي طبيعيه. طبيعيه. يعني دي مش الوان معقول؟ لا هو ورق يورا اهو. ورق اللورا اهوت. والله. والحلبه اهي، او الحلبه اهي برضه اهي. والكركم اللي هو الاصفر ده. كل دي حاجات طبيعيه. وكل الحاجات دي برضه ممكن تتاخد كانتيكات في العطاره نفسها عادي. يعني عادي انا ممكن اعلقها في العطاره في مكتب في اي حته. اي حاجه. وعندي حاجات بقول لك كمان الحاجات بتاعت البحر اللي هي الدفه اهي. جميله قوي. في الدولفين اهو كمان اهو. كله حته واحده، كتله واحده. كل دي في الساعه نص برميل اهي. دي ساعه شغاله اهو. شغاله عادي. شغاله احط لها حاجه تشتغل. والله. ونص برميل بالطول اهو. كمان دي ساعه اهي. ساعه. ما شاء الله عليك. يعني حاولوا يقلدوا الساعه دي، ما عرفوش يقلدوها. بمناسبه التقليد وانكم بقى لكم سنين هنا وانت ما شاء الله ابا عن جد. قلت لي حد منا اخذ شهاده. جدي ابو ابويا. اخذ ايه بقى؟ قول لي. اخذ الشهاده ديت شهاده برونزيه من السلطان فؤاد الاول. ماضي عليها اهو. معقول؟ سنه 31. والله ماضي عليها. وهوريك الزير بقى له 94 سنه موجود عندنا اهو. فؤاد الاول. دي من الملك فؤاد الاول. فؤاد الاول. ايه الجمال المملكه المملكه الزراعيه الصناعيه الملكيه. الجمعيه الزراعيه الملكيه. ما شاء الله. الى حضره حسن محمد جمعه اللي هو جدي. جدك على طول. ابو ابويا ده اللي في الصوره ده. يعني انتوا ما شاء الله حريصين على انكم طبعا جيل ورا جيل. بجد لما ربنا يسهل بعد كده انت مش هتشوف الكلام ده خلاص. ربنا يديك الصحه ان شاء الله. ربنا يخليك. هنا عملنا ايه بقى؟ بس برميل اهو. من اول البرميل الصغير ده خالص عليه اللمبه ده لغايه البرميل المتر اهو. لحد البرميل المتر. برميل المتر وراك اهو. يعني ده اكبر حاجه. ده اكبر حاجه. وده اصغر حاجه هنا. ده اصغر حاجه عندي. جميل قوي. والحيوانات دي ايه كمان؟ دي حاجات بقى برضه شغل يدي، شغل حفر يد. كل ده بال يعني اللي عامل الزحلفه ده هو اللي بيعمل عملي الشغل ده. ما شاء الله جميل قوي. ودي ايه بقى؟ انهي واحد؟ ايه ده بقى يعني؟ ده معموله شيء برج حمام. حلو قوي. يعني ده ممكن يستخدم الحمام. لا ده ابو جرات يعني معموله زينه. بص صغير. تمام. بص صغير ده في 10 عيون. الصغير ده 10 عيون. 10 عيون يعني 10 ابواب. 10 ابواب. 10 يعني شكل البرج الحمام بتاع زمان. لا بس حلو قوي. عاجبني انك دخلت الميه. اتفرج كمان على البرميل ده. ما شاء الله جميل قوي. واخو الناحيه الثانيه اهو. لا واشكال والوان طبعا. يعني على كده لو اي حد جه قال لك انا عايز شكله معين اي حاجه اعمل بس في سر في شغلتنا دي ما حدش يعرفه. ايه؟ واللي عارفه وما بينفذوش بيبقى انسان غشاش. تمام. في ايه بقى؟ البراميل دي لازم تعمل او اي شغل ابو جرات لازم يتعمل من خشب يكون ناشف ما فيهوش ميه خالص. خشب بعيد عن الميه. ناشف. يعني انا حتى لو جبت خشب جديد انا اشوفه 2 3. ليه؟ ايه السبب طيب؟ لان طول ما في نسبه ميه لو انا شطبته يجي عليه ايام حر زي اللي احنا فيها دي كده الخشب يقل والحديد يزيد البرميل يتفك. الميه دخلت هنا ازاي بشكل عام؟ يعني هنا عملت ده ازاي؟ يعني دي اتعملت ازاي؟ هقول لحضرتك دوت بعمل له خزان بس لازم يتعزل كله ببلاستر ضد الميه. يعني في بلاستر هنا لازم. الخشب ده ديكور بس انما ده كله بيبقى لازم ضد الميه. بيتملي ميه هنا والموتور بيبقى داخل الميه. ما شاء الله. بياخد الميه يطلعها فوق وينزلها تاني اهو. منه فيه دايره. طيب والخشب ده خارج الميه بعيد. بس هو خشب براميل عادي. لا خشب شجر. ده خشب شجر طبيعي.